ضروري تعملوا حفظ لهالوصفة لأنه رح نحضر أطيب وأفخم كباب دجاج بالبيت واللي متأكدة إنكم كتير رح تحبوه. بمفرمة الخضار رح نفرم حبة متوسطة من البصل الأبيض والفلفل الرومي البارد الأحمر وحصين من الثوم، وبعد ما نفرمهم بنحطهم بمصفاة ومنصفيهم من السوائل اللي رح تنزل منهم. السوائل رح نتركها على جنب لأنه رح نستخدمها بدهن الكباب. نبدأ بتجهيز خلطة الكباب. استخدمت كيلو من مفروم الدجاج الجاهز وأضفت عليه الخضار والبقدونس والبهارات بتلاقوها مكتوبة أسفل الفيديو. أضفت ملعقتين من الزيت وملح. نخلط المكونات مع بعضها. دخلتها الثلاجة لمدة ساعة لحتى يتماسك الكباب ويسهل تشكيله على السيخ. بالنسبة لمرقة الخضار أضفت عليها زيت وفلفل أسود وتركتها على جنب. وهلأ صار دور نشكل الكباب على السيخ. طريقة التشكيل نزلتها بمنشور مفصل، ومجرد انتهينا من التشكيل بندخل الكباب لفرن محمى مسبقا بأعلى درجة. الشبك ملاصق لأرضية الفرن والشواية مشغلينها على أهدى شعلة. وكل 10 دقائق بنطلع الكباب وبندهنه بالخليط اللي جهزناه، ومجرد يستوي تقريبا أخذ أقل من نص ساعة بنغطيه وبنتركه لنجهز السفرة وبنقدمه مع صوص الطحينية وسلطة المشاوي وبالعافية.